يا صباح الهنا والفل عليكم يا حبايبي. تعالوا بقى النهارده يا حبيبي اقول لكم على حاجه بسيطه خالص ب5 جنيه. ب5 جنيه هتطهر لك المكان تحت الفراخ. مفيش اي فيروسات، مفيش اي بكتيريا، بامر الله. 5 جنيه كده يا حبايبي هتجيبي جير متطفي من اي دكان، اسمه جير متطفي يا حبايبي. وهتطهري المكان وهتكنسيه وهتطهريه بتدول وفنيك يا حبايبي. وبعدين تحط الفراخ لو انت جايبه دوره 15 يوم هتطهري كده. المكان لازم يكون عندك نظيف ومطهر، وبعدين ينشف، وبعدين تحط ايه الجير المطفي ده يا حبايبي. صلى على النبي بقى. لو لسه اول مره تشوفهم من نوره وتخشي على قناتي، يا ريت اشتراك حلو كده من ايديك يا حبايبي، ولايك حلو كده عسل زيكم، عشان تفرحوا قلبي يا حبيبي بلايكاتكم جميله وتعليقاتكم العسل اللي زيكم. الفراخ بقى عندي يا حبيبي حالا هي عمر 15 يوم. انا عامله معاكم اللي هي الدوره اللي هم اول استقبال الفراخ، انا عامله معاكم. طبعا شايفين المكان جمال ازاي ونضيف خالص ازاي. دائما يا حبايبي يكون المكان ناشف ما فيهوش اي بلول. دائما تخلي مكانهم ده جاف على طول. شايفين بقى المكان عسل ازاي اللي انا هنقل فيه. المكان ده أنا طبعا المكان صغر عليهم، فانا هوسع عليهم المكان شويه في نفس الاوضه. فانا طبعا المكان نظيف، وكنت مطهراه. طبعا انا بحب اطهر الحاجه واسيبها نظيفه ومطهره، عشان قبل ما اجيب اي فراخ تكون الحاجه نظيفه مكانها. هتبدأي بقى تجيبي الجير المطفي ده وتقومي موزعاه في قلب المكان كده. حاجة جميلة خالص وب5 جنيه ومش هتكلفك حاجة، والمكان يبقى عندك دائما طاهر، ويبقى طاهر يعني ونضيف ومفيش أي فيروس. إنما مينفعش تنضفيه وانت جايبة الفراخ، يعني مينفعش تجيبي الفراخ وتطهريه من قبلها، لا بيبقى الفيروسات لسه موجودة في قلب المكان. وهنبدأ بقى صلى على النبي يا حبايبي، ولايك حلو كده من المنورة واشتراك عسل كده زيكم يا حبايبي. هنبدأ بقى بالصلاة على النبي. صلى على النبي لو لسه مصلتيش على النبي. هنبدأ بقى ان نوزع الجرم الطف كده، نوزعه في قلب المكان تطهيرة بس. اه صلى على النبي يا حبايبي. بعد ما وزعناه وزعناه وخليناه جميل كده خالص، هنبدأ بقى نحط تبن تبن، نشارة خشب، ايه المتوفر عندك، ايه المتوفر عندك طربي بيه. المكان اهم حاجة، المكان لازم يكون دائما ناشف تحت الفراخ بتاعتك عشان ما يلقطوش اي بكتيريا، ويكون المكان نضيف على طول. وتبداي ان انت توزعي التبن اول حاجه اللي موجوده عندك بالصلاه على النبي. وانا بقى بعد ما طربت كده اعللهم طبعا، اكبر لهم المسقه شويه. هم حالا عمر 15 يوم. اللي عايز الفيديو حبيبي استقبال الكتاكيت موجود على القناه. طبعا انا هحط لهم بالصلاه على النبي. هنا عمر 15 يوم هنحط لهم مره فيتامينات ومره مضاد سموم. حتى لو انت جايبه فراخ عمر 15 يوم هتحط لها، تستقبليها بالحاجات دي، مضاد سموم وفيتامينات. وهنحط بالصلاه على النبي، هنحط المضاد سموم، هنحط لهم الماء ونعللهم كل ما الفراخ ما شاء الله بتاعتك تكبر كل ما تعللها اكتر. تعلي الميه تبقى عاليه شويه، ما ينفعش الميه تبقى واطيه، تبقى عاليه شويه. صلوا على النبي يا حبايبي ولو لسه مصلتوش على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجات جميلة خالص. ربنا يصلح حالكم ويرزقكم يا رب، احنا وانتم وجميع أمة المسلمين جميع، واللي نفسها في حاجة تحققها يا رب. هنا يا حبايبي بقى انا حطيت لهم العليقة. العليقة طبعا خشنة، وشوية كده لما يكبروا شوية كمان هكبر لهم ايه اللي الحاجة اللي انا بحط لها فيهم عليقة، او حاجه كده بسيطه. ومفيش احسن من التربيه البيتي، مفيش احسن منها. حاجه كده اي نعم هي بتصرف وبتكلف، بس بتاكل حاجه مضمونه من دون حقن من دون حاجات، مش زي طبعا فراخ المزارع. دي بتبقى فراخ مضمونه انت مربياها على ايدك وحاجه نظيفه. شايفين المكان بقى نظيف ازاي؟ كفايه النظافه ونظافه الحاجه، بتبقى عارفه هي متربيه ازاي واكله ايه واخده ايه. وحاجات بسيطة خالص، فيتامينات شوية كالسيوم، مضاد سموم، حاجات. وربنا ان شاء الله يكرمك والدورة تعدي على خير، وربنا يكرمك فيهم يا حبيبتي. حاجة جميلة خالص. او اهم حاجة الدفا كمان، لازم يبقى فيه منفس للفراخ. احنا دلوقتي طبعا الجو حالا ان ايه، ولا حر ولا ساقعة. لازم يبقى فيه شباك او حاجة منفس للفراخ عشان ايه يطلع اي بكتيريا في المكان. والجو حالا اللي هو اللهم صل على حضرة النبي محمد، الجو حالا حلو. يعني ايه، محتاج لنده بيضة عادي. انما لو انت في الشتاء وبتربي يبقى تجيبي لنده حمراء، يبقى بدل اللنده ديت تبقى لنده حمراء، عشان لازم تدفلهم المكان وما يسقعوش. وتحافظي على الفراخ بتاعتك كده، وتحافظي عليهم ويبقوا جمال ان شاء الله، وتبقى حاجة كويسة ليكي ولولادك، وتشكلي وتذبحي وتتهني. والف هنا وصحة على قلوبكم يا حبايبي. ايه رأيكم بقى في فيديو النهارده؟ اتمنى اكون بسيط عليكم وخفيف على قلوبكم. متنسوش بقى ام نورة في اشتراك كده في القناة ولايك حلو كده من ايديكم، وتدعموها وتفرحوا قلبها باشتراك يا حبايبي. حاجة بسيطة خالص، جميلة، وهي مكلفة اي في العليقة، بس لو حسبتيها هتلاقي انت لما تربي في البيت افضل. كفاية ان حاجة مربية على ايديكي.
والميه بقى نعلتها كده عشان تبقى بسوا ما شاء الله الفراخ، وحاجه جميله خالص. ايه رايكم بقى في فيديو النهارده؟ يا ريت بقى ما تنسونيش بقى في لايك يا حبايبي، وتصلوا على النبي اهم حاجه في التعليقات، وتعليقاتكم الجميله، واشتراك حلو كده من ايدكم يا حبايبي. ايه رأيكم؟ صلى على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يصلح حالكم ويسعدكم يا رب، وربنا يفرح قلوبكم جميعا زي ما بتفرحوا قلبي بلايك واشتراك من ايديكم الحلوة.